التخصصي او الرغبة اللي انا في داخلي الغناء التراثي شعبي كمان، الشعبي المتطور على الموسيقى الشرقية. دي مهمة جدا، ودي تتلمذنا عليها من اساتذتنا الكبار. سواء يعني احنا الموسيقى عندنا في الجزيرة العربية ما في يعني متأخرة جدا جدا، يعني او تكون ما فيش لتحريم الآلة يعني. بس تتلمذنا عليها من اساتذتنا الكبار عبد الوهاب ورياض السنباطي وزكريا احمد. القوالب الموسيقية دي الشرقية بالذات خدمت التراث اللي موجود في جزيرتنا العربية. ازاي؟ انك انت تصاهر الجمل الجميلة اللي بيعملوها مع التراث تبعك وتخرج منها لون. والتراث الحقيقة هو يمكن ما فيهوش آلات، بس فيه إيقاع رائع. في إيقاعات وفي جمل جميلة. أيوة. إنه ما فيش مزيكا، ما فيش مقدمات، ما فيش لزم. فالتجديد اللي أنا يعني أعتقد إني أنا عملته هو التجديد دخول الموسيقى الشرقية على أقول إن أنت عملت انقلاب في عالم الموسيقى في الجزيرة. أنا عملت ده فعلا. ما كان في مقدمات، أيوة. ما كان في لزام، ما كان في مزيكا، ما كانش فيه غنى بالطريقة دي أصلا. يعني هو ده نفس الطريقة اللي لما جه غنى عبد الحليم حافظ جه غنى بطريقة مختلفة. نعم. وقوم في الأول، أنت حسيتك مقاومة برضه في ما في شك.